مرحبا بكم في قناتكم ماروك نيوز. إليكم أبرز العناوين. قنصلية جديدة في الصحراء المغربية. قبل ما نبداو في التفاصيل ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو باش توصلوا بأي جديد. أعلن وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يوم الثلاثاء في الرباط عن نية فرنسا تعزيز وجودها القنصلي والثقافي في الصحراء المغربية بهدف إقامة رابطة فرنسية. وفي مؤتمر صحفي عقب محادثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر برويطة، قال الوزير: نسعى لتعزيز حضورنا القنصلي والثقافي لإنشاء رابطة فرنسية. كما أكد بارو على التزام بلاده بتطوير شراكة مغربية فرنسية تشمل جميع أنحاء المملكة بما في ذلك الصحراء المغربية، مشيرا إلى خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي ألقاه أمام مجلسي البرلمان، حيث أكد أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان ضمن السيادة المغربية. وأعرب المسؤول الفرنسي عن ارتياحه مشيرا إلى أنه تم تحديد خارطة المغرب ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية. كما أشار إلى أن الشركات الفرنسية ستدعم تنمية هذه المناطق من خلال استثمارات ومبادرات مستدامة تعود بالنفع على السكان المحليين، معلنا أن السفير الفرنسي في المغرب سيزور الأقاليم الجنوبية اعتبارا من الأسبوع المقبل. وشدد الوزير على أن بلاده ستكون إلى جانب المغرب لإيجاد حل سياسي عادل ومستدام يستند إلى مخطط الحكم الذاتي لعام 2007 كمرجعية أساسية.